السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وراحة بال. حابة اشكركم جدا جدا على تفاعلكم في الفيديو اللي فات، ما تحرمش منكم ابدا يا رب، يا احلى واغلى اخوات في الدنيا. وحابة اشكر كل حبايبي واخواتي اللي دخلوا عندي جديد، شرفتوني ونورتوني ووجودكم على راسي من فوق. وحابة اشكر حبايب قلبي اللي معايا من الاول، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا اغلى اخوات في الدنيا والله بجد. ان شاء الله النهاردة معانا وصفة حلوة جدا وسهلة وبسيطة. لو عندك علبة تونة واحدة هتعملي منها وصفة حلوة قوي، هتكفي أسرة كاملة. حلوة جدا جدا، ان شاء الله هتعمليها وهتعجبك بإذن الله. تابعي معايا الفيديو للآخر وما تنسيش تحط اللايك. يلا نصلي بالله. معايا هنا حبيتين من الطماطم، يزيدوا او يقلوا على حسب حجم الطاسة اللي هتستخدميها. قطعتهم شرايح وجبت طاسة على النار، حطيت فيها شوية زيت وحطيت فيها حتة زبدة كده بلدي ومعلقة صغيرة من التوم المهروس. نشوح بس التوم يا دوبك ريحته تطلع، ما ياخدش معانا لون عشان ما يتحرقش معانا لغاية ما نكمل الوصفة بتاعتنا. نحط رشة كزبرة كده مع التوم، يشوف التوم يا دوبك لون ذهبي فاتح. نحط بقى طرنشات الطماطم بتاعتنا على حسب الكمية، على حسب حجم الطاسة معاكي، ياخدوا حبيتين او 3 من الطماطم. يعني املي الطاسة معاكي ايه بالطماطم بالشكل ده. على نار هادية طبعا عشان التوم ما يتحرقش منك. ثواني كده وقلبي الطماطم على الجنب التاني بالشكل ده لغاية هنا ما الطماطم تستوي معايا. نحط لها بس ايه رشة كده من الملح نطعمها. نجيب بقى معانا هنا علبة من التونة سواء قطع او مفتتة اللي عندك متاح. نصفي الزيت بتاعها كويس جدا لان الزيت ده غير صحي، علشان طبعا حاطين فيه مادة حافظة، فنصفيه كويس جدا من العلبة. هنا جبت الطبق اللي هعمل فيه المكونات بتاعتي، فضيت علبة التونة، دي تونة قطع. هنضيف عليها ايه كمان معايا من 3 ل4 بيضات على حسب حجم البيض اللي عندك. معايا هنا دول 3 بيضات حجم كبير، هكسرهم على التونة بالشكل ده. باقي الاضافات معايا معلقة كبيرة كده من الكزبرة او البقدونس اللي متاح عندك. ده فلفل اخضر على فلفل حامي، وممكن يكون فلفل الوان طبعا لو عندك. دي بصلايه صغيره كده متقطعه مكعبات، وممكن تستغني عن الخضره والبصل ده وتحطي بصل اخضر لو موجود عندك. نحط بقى التوابل بتاعتنا. معايا ملح، نحط كمون، وهجيب معايا كمان فلفل اسود او فلفل اسمر زي ما بتسموه، طبعا الفلفل الاسمر عشان البيض. ومعايا هنا رشه شطه اختياري، وهنحط كزبره. طبعا كل ده الثوم والطماطم على نار هاديه خالص. نفتت كده اي قطعه من التونه، نفتتها كده بالمعلقه. طبعا لو لقيتي السوائل قليله معاكي زودي بيضه كمان. انا كده كانت كويسه جدا. نيجي بقى على الطاسه نوزعها بالشكل ده. طريقه سهله وبسيطه جدا بس طعمها خطير بجد. ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم باذن الله. بس على نار هاديه. ونحط بقى، هنجيب معايا كان عندي شويه جبنه موتزاريلا، دي اختياري، عايزه تحطي براحتك مش عايزه تحطي هي كده تمام. هي بس الجبنه بتديها ايه، لون حلو كده وتديها مطه، ويعني الجبنه ما بتبقى سايحه على الوش كده بتبقى جميله. وزي ما قلت لك دي اختياري، وعايزه تحطي جبنه شيدر جبنه رومي اللي متاح عندك اعملي بيه. هنغطيها بس على نار هاديه خالص، وممكن تنقليها كمان على العين الصغيره عشان ما تتلسوعش منك. على نار هاديه لغايه ما تستوي معاكي بس ايه البيض. وهنا بعد ما خلصت معايا كانت ريحتها الله اكبر عليها وطعمها حلو جدا جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.